مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده وحلقه جديده ومباشر من مصر. اسمحوا لي النهارده اكون معاكم طوال الحلقه، وان شاء الله الزميل محمد الكندي يكون معانا من يوم السبت المقبل. هنبدا مع بعض حلقتنا النهارده واخبارنا، وان شاء الله هيكون معانا الكاتب الصحفي الاستاذ علي حسن، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. بعد مشاهدينا هيكون لينا لقاء وملف حقوق الإنسان مع المستشار خالد الطناني رئيس هيئة النيابة الإدارية. يمكن قبل ما نبدأ على طول فقرة أخبارنا هنتوقف معاكم مشاهدينا مع هذا التقرير الإخباري، نعود بعده ونبدأ جلسة حوارنا الأولى. خليكم معنا. نشاط مكثف للرئيس السيسي في واشنطن اليوم، لقاءات مع قيادات بالكونغرس وعشاء مع بايدن. مدبولي يتابع مشروعي مدينة اللقاحات وتصنيع الضمادات الطبية بالإسماعيلية. إنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر تحت مظلة مبادرة إبدأ. وزير الزراعة: الوزارة تعمل على إضافة مساحات جديدة تصلح للزراعة. خطة استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الري الكبرى على نهر النيل. وزير الكهرباء: مجمع بنيان الشمسي الأعلى كفاءة في العالم. رجعنا لكم مرة تانية، واسمحوا لي أرحب بضيفنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. خلينا نبدأ بالنشاط الرئاسي، نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن اليوم، ولقاءات مع قيادات بالكونغرس وعشاء مع بايدن. بالفعل تم العشاء مع بايدن. انتوا عارفين طبعا حضراتكم ان في فرق توقيت والكلام ده. ايضا تم لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي واعضاء الكونجرس من الجمهوريين. في الحقيقه هم اكدوا على اهميه الزياره التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى بلادهم الولايات المتحده الامريكيه، واكدوا انهم يعلقون امالا كبيره على دور مصر بقياده الرئيس السيسي في دعم اواصر التعاون الامريكي الافريقي المشترك في مختلف المجالات. أشادوا إشادة كبيرة بدور مصر في مكافحة الإرهاب، وأنها دورة رائدة بهذا الشأن، وكذلك دورها في تحقيق التسامح بين الأديان السماوية والتعاون بين البشر جميعا، وكذلك دور مصر المحوري والإقليمي في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة بل وفي ربوع العالم. الزيارة والمتابع لها والمتابع للكلمات التي ألقيت يرى ما تعلقه الولايات المتحدة الأمريكية على مصر من آمال كبيرة في ضوء مكانة مصر ودور مصر الكبير. مصر أيضا من خلال هذه الزيارة التي تأتي في إطار حرص مصر على تنوع علاقاتها الاستراتيجية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس القريب، وكان لي شرف أنني كنت في هذه الزيارة للمملكة العربية السعودية، حيث شارك الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية، وهو ذا الآن يتصدر المشاركين في القمة الإفريقية الأمريكية. ودائما ما تحمل مصر الهم الإفريقي، سواء ما في من خلال علاقاتها الاستراتيجية بالدول الكبرى المؤثرة، في إطار حرص مصر على تنمية القارة، على دعم وتوطيد أواصر التعاون في ظل الظروف الراهنة، لا سيما ما يتعلق بالغذاء، في ظل الكساد الآن الذي نراه، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية. مصر حريصة على تعاون أمريكي إفريقي من شأنه دعم مسيرة التنمية في هذه البلدان، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا الصدد، وكذلك التطلع إلى مساعدات أمريكية لدول القارة الإفريقية في مسيرة التنمية فيها. تمام.
هنروح مع بعض لخبر آخر من مجلس الوزراء. توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم إلى مدينة الإسماعيلية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعي عن مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، وأيضا تصنيع وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة. وفي مستهل الزيارة أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة من أجل توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع المواطنين منذ ظهورها في عدد من دول العالم، ووفقا لتوجيهات السيد الرئيس للحكومة بهذا الشأن، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف تصنيع اللقاحات بفكر استراتيجي قومي. بالفعل حينما ظهرت أزمة كورونا كانت مصر في مقدمة دول العالم التي أفصحت عن وجود هذا المرض حينما حال ظهوره، واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية وفقا للاشتراطات التي حددتها منظمة الصحة العالمية. الجولة التي قام بها السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بهذا الشأن في هذه الجولة التي تتضمن مسألة تصنيع اللقاحات وأيضا الضمادات الطبية، كل هذه الأمور في الحقيقة إذا علمنا أنها تكلف الدولة أموالا طائلة حينما كان يتم استيرادها، فها هي الآن يتم تصنيعها محليا وفقا للمواصفات العالمية. وهذا النجاح الكبير في هذا التصنيع من شأنه أولا تحقيق التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية وضرورة توطين الصناعات داخل مصر، ثانيا الحد من الاستيراد، ثالثا توفير العملات الصعبة التي نرى الآن أن أسعارها مرتفعة في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة وفي ضوء الكساد العالمي وفي ضرور الأضرار التي لحقت باقتصاديات سائر دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية. فهذه الخطوات هي خطوات ناجحة جدا، هذا فضلا عن أنها أيضا تحقق شراكات بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص في مجالات التصنيع بهذا الشأن. تمام. يمكن النهارده كمان استاذ علي رئيس الوزراء كان في اجتماع مهم ايضا بخصوص ضبط الاسعار. هو طبعا الدولة لا تدخر وسعا فيما يتعلق بضبط الاسعار ومواجهة جشع بعض التجار، لا سيما ما يتعلق بقيام بعض التجار باحتجاز السلع وانتظارا لزيادة ارتفاع هذه الأسعار، وهذا الأمر يمثل جريمة. ثانيا هناك تعليمات مشددة من الحكومة حيث تم منح أسبوعين على أقصى تقدير لجميع المحال التجارية سواء التجزئة أو الجملة بعمل تسعير معلن للأسعار الموجودة لديها، وأن أي شخص لن يقوم بالإعلان عن تسعير الأسعار لديه سوف يتم إغلاق منشأته. الدولة تواجه محاولة استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم ونحن جزء منه بكل حسم وحزم، وأيضا الدولة لا تدخر جهدا في تخفيف العبء عن المواطنين فيما يتعلق بزيادة الأسعار سواء من خلال منافذ القوات المسلحة، من خلال منافذ الشرطة، من خلال منافذ وزارة التموين، من خلال المبادرات الكثيرة والمتعددة التي تتم تحت إشراف الدولة، المبادرات الكثيرة والمتعددة بهذا الشأن والمتوافرة في سائر أنحاء الجمهورية، والتي توفر السلع والمنتجات بأسعار تقل كثيرا عما هو معروض في الحقيقة. مبادرات كثيرة مهمة جدا، مبادرات كثيرة جدا ولها دور كبير جدا في الحد من تفاقم الأسعار لأكثر من ذلك. هنروح لخبر آخر تحت شعار تطوير الصناعة المصرية. إنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر تحت مظلة مبادرة ابدأ. وفي الحقيقة طبعا صمام أمان الغاز دي مسألة بالغة الأهمية فيما يتعلق بالحفاظ على أرواح وعلى حياة المواطنين وعلى التأمين، وأيضا تصنيعها في مصر هو أمر يأتي أيضا في إطار جهود توطين مختبسة في الصناعات بقدر المستطاع، لأن هذه الأشياء الدقيقة التقنية يتم استيرادها بأسعار باهظة
تتجاوز 100 مليون دولار سنويا. فإذا تصنيع هذه المعدات على أرض مصر شيء بالغ الأهمية، هيوفر لنا عملة صعبة وقد نكون في المستقبل أيضا مع توافر أو مع زيادة الإنتاج بإمكانيات التصدير، وكلها جهود جديرة بالاحترام والتقدير. والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص حرص كبير جدا ولا يدخر وسعا في متابعته وأيضا متابعة الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لأهمية مساعدة عمليات التصنيع المحلي داخل مصر. ولعلنا جميعا تابعنا مبادرة ابدأ، ويمكن استمعنا في خلال لقاءات السيد الرئيس وافتتاحه للعديد من المشروعات إلى مجموعات ناجحة جدا تمثل وساما على صدر مصر. وقال هؤلاء حينما يعرضون تجاربهم أمام السيد الرئيس أنهم قاموا بالمشاركة مع مبادرة ابدأ بالفعل بالتوجه إلى الجهات المختصة في إطار هذه المبادرة، وجدوا كل التيسير حتى تمكنوا من نجاحات كبيرة جدا. الكثير منهم تمكنوا من توفير إنتاج محلي، البعض من هذا الكثير أيضا أعلن أنه قام بالفعل بتصدير منتجات إلى الخارج بعدد كبير، ووعد هؤلاء جميعا بمضاعفة إنتاجهم خلال الفترات القادمة. نروح لوزارة الزراعة. وزير الزراعة أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشروع تنمية جنوب الوادي بتشكى من المشروعات الزراعية الواعدة الذي يأتي متواكبا مع سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف رؤية مصر 2030، والتي تتضمن الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وأهميتها. وشدد وزير الزراعة على الأهمية البالغة لاستصلاح الأراضي والتوسع في الصحراء وإقامة مجتمعات زراعية جديدة. يمكن مش قادر أقول لحضرتك قد إيه كم كنت سعيدا حينما كنت ضمن الوفد الصحفي المرافق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في توشكا في شهر رمضان الماضي، حينما تم الإعلان عن حصد القمح في موسم القمح في ذلك الوقت. ورأينا مساحات شاسعة من القمح بالفعل يتم حصدها في توشكا. وقبلها بعدة أيام قلائل كنا أيضا في الضبعة، وشفنا دخول مساحات كبيرة جدا، واستمعنا إلى خبر من أسعد الأخبار خلال عام 2022، والتي تتمثل فيما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن مصر خلال عامين سوف تحقق اكتفاء ذاتيا من القمح. وكان عددا من السادة الوزراء قد أكدوا لنا خلال المؤتمر الصحفي أيضا أن هناك اكتفاء ذاتيا قد تحقق بالفعل من الأرز، أن هناك اكتفاء ذاتيا من السكر، أن جهودا تبذل لزيادة الإنتاج المحلي من الزيت. يعني جهود كبيرة من كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل توفير السلع الاستراتيجية محليا على أرض مصر، وكلها بالفعل جهود مشكورة جدا. بالفعل نحن نرى زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية، ومن قبلها بتوجيهات رئاسية حماية الرقعة الزراعية حاليا التي كانت تعرضت للاعتداء على مدى عقود ماضية. أخصب أرض في العالم تم البناء عليها وحدات سكنية بصورة عشوائية، سواء ما رأيناه في شبرا الخيمة والأليوبية واللي هي امتدادات القاهرة الكبرى، الجيزة وضواحي الجيزة والمنيب، وكل هذه الأماكن كانت منذ 30 أو 40 عاما أراضي زراعية جميلة تعود علينا بالخيرات، في الوقت اللي بنلاقي فيه صحراء كبيرة جدا، ظهير صحراوي لكل هذه المدن لا يتم الذهاب إليها. ولكن تم ارتكاب خطأ جسيم على مرأى ومرمع ومسمع من الجميع. لا، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضح جدا وقال لن نسمح بالبناء على الأراضي الزراعية مرة أخرى، وبالفعل توقف البناء على الأراضي الزراعية لأن كان في إرادة سياسية لوقف هذه المهزلة، وبالفعل توقفت. لكن في جهود كبيرة جدا لاستصلاح الأراضي، في مشروعات ضخمة طموحة قد تصل إلى 2 مليون فدان، لكن بالفعل تحقق جزء كبير من هذه الخطة الطموحة، وفي مقدمتها توشكا وأيضا الضبعة وغيرهما من أماكن زراعية كثيرة في ربوع مصر.
خطة استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الري الكبرى على نهر النيل. دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري قال إن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى أعد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الري الكبرى على نهر النيل وفرعيه، والريحات والترع الرئيسية بيتم تحديثها دوريا. أكد سويلم أيضا أن هذه الخطة أسهمت في اتخاذ القرار الخاص بإنشاء مجموعة من القناطر من قناطر ديروت الجديدة لتحل محل المجموعة الحالية واللي مر على إنشائها تقريبا حوالي 150 سنة. أوضح وزير الري أن المشروع ده بيعد ضمن مجموعة من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية. وطبعا ده بيصب في إطار الجهود المبذولة لترشيد استخدام المياه وعدم هدرها، سواء من خلال تطوير القناطر المتعددة في أماكن كثيرة من أنحاء مصر، وزي ما حضرتك ما أشرتي إلا أن في بعضها مضى عليه 150 سنة وأصبح في حاجة ماسة إلى التحديث وإلى التطوير. لكن ده أيضا بيتواكب مع تبطين الترع على مستوى الجمهورية، وده من شأنه إيقاف هدر مساحات كبيرة، كميات كبيرة من المياه. أيضا الري بالرش والري بالتنقيط، الري باستخدام أحدث السبل العلمية والتكنولوجية، بما من شأنه تعظيم الاستفادة من مياه النيل التي هي المورد الرئيسي لنا في الزراعة وفي الشرب على أرض مصر. لكن بالفعل جهود حكومية مبذولة لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من مياه النيل، هذا فضلا عن جهود موازية أخرى زي تحلية مياه البحر في مناطق الساحل الشمالي وأيضا استخدامها في التدوير وإعادة استخدام المياه مرة أخرى من خلال تدوير هذه المياه والمعالجة الثلاثية لها على أحدث النظم العلمية، بحيث يتم تعظيم الاستفادة منها أيضا وتوفير مساحات كانت مهدرة من مياه الزراعة وكانت تضيع هباء، لا يتم إعادة الاستفادة بها مرة أخرى. في الحقيقة جهود عظيمة جدا وجهود مشكورة هيكون لها مردودها الإيجابي في زيادة إنتاج مصر من المنتجات الزراعية. آخر خبر معانا النهاردة من وزارة الكهرباء. الدكتور محمد شاكر أكد، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن مصر بتحتل المركز الرابع عالميا من حيث أكبر محطات بالعالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بعد الانتهاء من تشغيل محطة بنبان الشمسية بقدرة 2000 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بين الدول التي تضم أكبر محطات شمسية، حيث تحتل الهند المركز الأول ويليها الصين ثم محطة أخرى بالهند. هو في الحقيقة من أعظم النجاحات التي تحققت منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصية، طبعا نجاحات في كل القطاعات، لكن في مقدمة هذه القطاعات الجديرة بالثناء ما يتعلق بقطاع الكهرباء، لا سيما وأننا كنا نعاني طبعا والطاقة، لكننا كنا نعاني من أزمة كبيرة فيما يتعلق بالكهرباء. يمكن حضرتك أنا كنت أحد من يعاني معاناة شديدة جدا في الفترة بتاعت 2011 2012، كان أبنائي في الثانوية العامة، وكنت بعاني معاناة شديدة جدا أنا ومئات الآلاف من الأسر من انقطاع التيار الكهربائي يوميا من 3 إلى 10 ساعات في اليوم، ولا سيما في فترة المساء والولاد صابح عندهم امتحان الثانوية العامة وفي عز الامتحانات، وكانت أزمة بنعاني منها جميعا. طبعا في إطار جهود التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات والارتقاء بمستوى البنية الأساسية، كان الاهتمام بقطاع الكهرباء، والدكتور محمد شاكر أحد كبار الخبراء في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، وتولى في الحقيقة هذا الملف بتوجيه رئاسي وتوجيه حكومي، وتحققت نجاحات كبيرة وكثيرة. لكن أيضا في إطار حرص مصر على الطاقة النظيفة يتم بذل جهود مكثفة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يمكن مصر النهاردة لديها مشروعات بتجعلها
في مقدمة الدول الكبرى التي لها مشروعات ضخمة وعملاقة في هذا الشأن، وتعطيها ترتيبا متقدما قد يكون الرابع أو الخامس على مستوى العالم بعد حضرتك ما أشرت إلى التجارب السابقة. الهند والصين. الهند والصين، وأيضا الهند محطتين ويلي ذلك أيضا المحطة المصرية. في العالم داخلين في هذا الأمر. احنا النهارده يا أستاذ علي محطة بنبان صح؟ أيوة يا فندم. وأيضا هناك محطات أخرى فرعية كثيرة وفي أماكن كثيرة، لكن ده في النهاية احنا دلوقتي بنقول ان احنا بنصدر طاقة كهربائية سواء عن طريق الربط الكهربائي العربي، وبنصدر ايضا الى دول الجوار، ومرتبطين بالكهرباء مع عدد من الدول لا سيما الاقطار العربية. في الحقيقة نجاحات كبيرة جدا تحققت في هذا الملف، تحققت في هذا المجال. لم اعد اسمع على الاطلاق ان احدا على ارض مصر او ان منطقة ما تعاني من انقطاعات التيار الكهربائي الذي كان أحد إخفاقات جماعة الإخوان الإرهابية حينما كانت تحكم مصر لقرابة العام. أنا بشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا لوجودك معانا النهارده. الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحليل وكالة أنباء الشرق الأوسط. ميرسي يا فندم. شكرا يا فندم. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وفاصل هرجع لكم مرة تانية مع جلسة حوارنا الثانية. خليكم معانا.